في الحقيقة أنا مبسوط جدا من تعيين أحمد عبد الرؤوف مدير فني لنادي الزمالك، واللي خلاني مبسوط أكتر إن أحمد عبد الرؤوف طلب من مجلس إدارة نادي الزمالك مدرب أحمال ومدرب لحراسة المرمى، وإدارة نادي الزمالك لبت له رغبته ولبت له طلباته. طب إيه اللي يخليني فرحان ومبسوط في حاجة شبه دي؟ توقعاتي إن أحمد عبد الرؤوف هيكمل مع نادي الزمالك ومش مجرد مدير فني مؤقت، لان المدير الفني ده انا مراهن عليه. احمد عبد الرؤوف مدير فني بمعنى كلمة مدير فني ان هي شغلته الادارة الفنية، اتعلم الادارة الفنية، عنده خبرة في الادارة الفنية. الخبرة بتاعته اخدها في التدريبات، في الدورات التدريبية اللي كان بياخدها، في التعليم اللي هو اتعلمه للادارة الفنية، وتعب واجتهد لحد اما الظروف اتهيأت ان هو يجي في نادي الزمالك يمسك نادي الزمالك. فريق مش صغير، فريق معاه لعيبه او صفقات الى حد ما تساعد اي مدير فني ان هو ينفذ التكتيك بتاعه، ولسه في صفقات تانية ان شاء الله لما نخلص من حوارات فك القيد وايقاف القيد اللي بتيجي على نادي الزمالك كل 2 و4. احمد عبد الرؤوف من افضل المديرين الفنيين في مصر وافريقيا، وقليل جدا لما تلاقي في مصر او افريقيا مدير فني فاهم وشغلته الإدارة الفنية، مش لاعب سابق ولا كان نجم في فريق ولا كان إعلامي ولا كان ابن فلان ونمسكه أي حاجة في الجهاز الفني في أي نادي. كابتن طبعا احنا مش هنقول أسامي، لأن الأسامي في مصر كل المديرين الفنيين اللي موجودين في مصر والمصريين بالتحديد واللي مسكوا فرقة في الكرة المصرية كان كل علاقتهم بالإدارة الفنية والمدير الفني ان هو كان لاعب سابق في الاهلي، في الزمالك، في غزل المحله، في المصري، ايا كان هو كان لاعب سابق فين ومسك فريق بدون دراسه، بدون علم، بدون خبره، بدون تعليم، بدون تطوير، بدون اي فكر عن الاداره الفنيه. علشان كده انا طالع مخصوص اتكلم على احمد عبد الرؤوف، واتمنى كل جمهور واعلام ومجلس اداره نادي الزمالك يدعموا احمد عبد الرؤوف، علشان خاطر نشوف ابناء نادي الزمالك لما بيتمكنوا من شغلهم بيأدوا نتائج عاملة ازاي. واكبر دليل على كلامي نادي الزمالك بكل الظروف اللي بيمر بيها، من مجلس ادارة لمدير فني للاعيبة لجمهور، الكوكتيل ده كله بيتجمع ويطلع لنا لحظات الانتصارات اللي بيمر بها نادي الزمالك، ولحظات الانكسارات اللي بيمر بها نادي الزمالك. ونادي الزمالك متربع على عرش البطولات، ونادي الزمالك كل موسم بيفوز ببطولة، ونادي الزمالك كل موسم بيشارك في بطولات بيكون هو المرشح الأقوى للفوز بالبطولة، برغم ان نادي الزمالك بيمر بظروف ايقاف قيد النهاردة 3 قضايا على نادي الزمالك. مفيش فلوس في نادي الزمالك، سحب ارض مصدر دخل لنادي الزمالك، لعيبه بتطفش من نادي الزمالك، لعيبه بتمشي قبل عقوتها من نادي الزمالك، تخبط اداري، عدم استقرار فني واداري، كل ده بيحصل في نادي الزمالك. ونادي الزمالك دايما كل موسم تلاقيه المرشح الاقوى للفوز بالبطوله، وكل موسم يفوز ببطوله ايا كانت بقى، البطوله قاريه، البطوله محليه، الزمالك بالظروف اللي بيمر بها دي وبيفوز ببطولات. ده نادي الزمالك بادارته، بجمهورته، بلاعيبته، بالاجهزه الفنيه بتاعته. علشان كده اتمنى كل الدعم لاحمد عبد الرؤوف مدير فني لنادي الزمالك، وما يكونش مدير فني مؤقت. واللي طلبه احمد عبد الرؤوف من مجلس اداره نادي الزمالك مدير فني ومدرب احمال ومجلس الاداره يجيبه، معنى كده ان هم واثقين في احمد عبد الرؤوف، معنى كده ان احمد عبد الرؤوف مش مجرد مدير فني مؤقت، معنى كده ان احنا هنشوف شكل تاني لنادي الزمالك، معنى كده ان احنا هنتمتع بكوره في نادي الزمالك واللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك حاليا وشفناهم في المباراه الاخيره. نادي الزمالك بعد المستوى اللي احنا شفناه الفتره الاخيره مع فيريرا في يوم وليله اتحول قدام طلائع الجيش، بقينا نشوف اللعيبه كلها بتلعب صح، حتى اللي كانوا بيأدوا كوارث كلهم بيلعبوا صح، وكل واحد في مركزه بيأدي المطلوب منه. حصلت إصابة لأهم لاعب في نادي الزمالك ودربكة في التكتيك اللي عمله أحمد عبد الرؤوف، ومع ذلك الزمالك أدى أداء ونتيجة
وعمل المطلوب منه وفاز، وجمهور الزمالك كله كان فرحان بشكل الزمالك الجديد مع احمد عبد الرؤوف. عشان كده انا طالع اقول يا ريت جمهور نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك يدعموا احمد عبد الرؤوف مدير فني لنادي الزمالك، وما يكونش مدير فني مؤقت.